ده بيجي نائب رئيس المركز عشان يحقق مع ميجيل واللي بيكون اسمه دياز، وبيستخدم معاه العنف وبيعذبه عشان يعترف، وبيقول له رئيسه في المركز ان اللي عمله ده ما كانش غلط، وانهم فعلا فاسدين وما يستحقوش ان هم يعيشوا، ولكن المفروض ما يقفش قدام ناس هو مش قدهم. فبيتهموا ميجيل انه فاسد واخد رشوه من جوميز، وكمان بيتهموا دياز انه باع ذمته وقبض رشوه زي رئيسه. وقبل ما يمشي رئيسه في المركز بيأمر دياز يخلص عليه، وفعلا دياز بيوجه سلاحه ناحيه ميجيل وبيحاول يقتله، ولكن ميجيل بيدافع عن نفسه وبيهجم عليه وبيخنقه بالكلبشات لحد ما بيقتله. وبعدها بيروح المخزن وبياخد مجموعه كبيره من الاسلحه والذخيره، وبيتحرك في طريقه لحد ما يوصل لمقر البرلمان، وهناك بيكون جوميز ورجالته بيحتفلوا بتقدمهم. فبيقتحم ميجيل المقر وبيخلص على الحراس واي حد بيعترض طريقه، وبيقدر فعلا ان هو يوصل لمكتب جوميز، وهناك بيفهمه جوميز ان كل اللي بيعمله ده ملوش لازمه، لانه لو فاكر ان بقتله هيقضي على الفساد في العالم فهو غلطان، وده لان في ملايين من الناس زيه واسوأ كمان، وان الجشع والفساد عمره ما هينتهي. ولكن ميجيل ما بيقدرش يسمع كلمه زياده، وفجاه بيضربه بالنار في دماغه وبيقتله. وبعدها بيتفاجئ برجاله جوميز محاصرينه في المكتب ومواجهين اسلحتهم ناحيته، ولكن ميجيل كان عامل حسابه على حاجه زي دي، وكان مجهز كميه كبيره من القنابل في عربيته اللي موجوده في الجراج. واول ما بيضغط على زرار التحكم بتنفجر القنابل فورا وبيتدمر المبنى بالكامل وهو جواه.